السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة دايما يا رب العالمين. فيديونا النهاردة ان شاء الله مميز جدا جدا. هنعمل النهاردة مع بعض بسكوت العيد بالماكينة، حاجة كده ما شاء الله، مقادير مظبوطة بالظبط. بسكوتة خفيفة هشة محملة معاكي، طعم مميز جدا جدا، مقرمشة وفي نفس الوقت دايبة، حاجة كده بجد ترفع الراس قدام اي حد هيدوقه. هنعرف التكات والتفاصيل، وهنقول المقادير بالكوباية والجرام عشان يكون ناجح معاكي من اول مرة، وهنقول البدائل مع بعض واحنا شغالين علشان لو مش متوفر عندك. بس يا ريت نتابع الفيديو للاخر، وما ننساش اعجاب للفيديو ومشاركة لكل حبايبنا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله، وفي طبق عميق معايا كوباية ونص من السمنة السايحة. لو عندك ميزان يبقى وزنها 300 جرام، لو ما عندكيش يبقى هتعايري بمج الشاي العادي الموجود في كل بيت، او لو هتعايريها بالكوب المعياري كوب ونص، هي بنفس المكيال. الكوباية دي لازم وضروري تكون ساقعة وخارجة من التلاجة، يعني تعايريها في البداية وهي لسه فكة، وبعد كده تحطيها في الفريزر او التلاجة تجمد شوية. نوع السمنة مش شرط بلدي ولا مخلوطة، عندك سمنة نباتي عادي، سمنة بلدي، ضيفي دي على دي شوية من السمنة البقري الجمسي اللي عندك اعمليه عادي، مفيش اي مشكلة. وانا معايا كمان كوبايتين من السكر البودر، بس مش مليانين قوي، لو انت بتحبوش مسكر قوي يبقى كفاية كوباية ونص. في الوقت ده بدأت اقلبه بالسباتولا في البداية علشان ما يتطيرش معايا زي ما بيتطاير كده ويبهدل الدنيا. فهبدأ ان انا بالسباتولا كده ابدأ ان انا افركه كله في بعض علشان ما يعملش معايا كده. فهضرب السمنة بالسكر كويس جدا جدا لحد ما يبتدي يفتح معايا، لحد القوام بتاعها ما يبقى قوام كريمي. فمش شرط خالص ان احنا نستخدم مضرب كهربائي، ممكن مضرب يدوي، وتقدري بايدك كده تبدأي تقلبيها، مفيش اي مشكلة. انا ضربته كويس جدا لحد ما اداني القوام الحلو ده. لو عايزه تحطي زيت تقدري تحطي ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه الزيت هيدي قرمشه فظيعه. انا معايا 3 بيضات، هنزل بيضه بيضه بالتدريج علشان ما تبداش تفك مني كلها. فانا حطيت البيضه الاولى وحطيت معاها باكت من الفانيليا، اي نوع فانيليا بس تكون قوية شوية، ونضرب بس في حدود 10 ثواني. نخلي بالنا ان احنا مش بنضيف البيض كله مرة واحدة ايا كانت الكمية، الافضل ان احنا نضيفها بيضة بيضة. فانا بدأت ان انا احط ريحة حلوة قوي بتاعت برتقان بتيجي من عند العطار، تبارك الله، بتغير طعم الزفارة بتاعت البيض، ما بتخليش اي زفارة خالص، فريحتها جميلة جدا. تقدري ان انت تستخدميها، ولو مش متوفرة عندك تقدري تستخدمي لكل بيضة 1 باكت من الفانيليا العادية. لو حجم البيض اللي عندك صغير شوية تقدري تستخدمي 4 بيضات، مفيش اي مشكلة. البيض اللي انا مستخدماه حجمه كبير، فانا استخدمت 3 بس. فانا هخلطهم كويس جدا مع بعض. ممكن تجيبي اسانس من عند العطار بريحة البرتقال تخفي الزفارة خالص، بشر برتقانة، او تجيبي التانج، مفيش اي مشكلة. الخطوة اللي بعد كده انا بشرح حتة صغيرة من البرتقانة، بتدي ريحة حلوة قوي وبتفرق خالص. ابشريها على الحتة الناعمة، مش هتبان معاكي خالص وهتدي ريحة حلوة قوي. الخطوة اللي بعد كده احطي جوز هند، بس اهم حاجة اطحنيه في الكبة علشان ريحته تظهر معاكي. ولو مش حابة الخطوة دي تقدري ان انت تلغيها، مفيش اي حاجة. هنحط قد ايه من جوز الهند؟ انا هحط 3 معالق بس، والخطوة دي اختياري زي ما انا قلت لكم. بيدي طعم حلو قوي، بس اطحنيه في الكبة ينعم معاكي شوية. قلبتهم كويس جدا مع بعض، وكده مش هيبان معاكي في البسكوتة قوي اثناء التشكيل واثناء التسوية. ننزل الجوانب ونقلب تقليبة من تحت لفوق بعد المضرب، ونيجي لاهم نقطة بعد كده. انا معايا نص كوباية من البرتقان عادي بحرارة المطبخ، ومعلقة ممسوحة كبيرة من النشادر او امونيا او النشادر من عند العطار عادي. ما تزوديش للكيلو الكحك عن معلقة واحدة ممسوحة من النشادر. كام جرام؟ 10 جرام. اقلبها كويس جدا في البرتقان،
ولو انت عايزه تحطي بدل البرتقان لبن مفيش اي مشكله، ولو مفيش لبن تقدري تحطي ميه برضو. فانا هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهنضيفهم على المكونات على طول مره واحده. اللي مش حابب برتقان يقدر ان احنا نحط لبن قد ايه، 100 جرام الميه اللي احنا حطيناها او البرتقان اللي حطيناه 100 جرام. هنقلبهم كويس مع بعض لحد البرتقان ده ما يختفي خالص. بالنسبة للدقيق، اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات، دوبيلا، السنبلة، اي حاجة تقدري تستخدميها في الدقيق، او الدقيق بتاع العلامة الاولى بيبقى حلو جدا. اهم حاجة يكون دقيق انتي واثقة فيه، بس اهم حاجة هننخل الدقيق كويس جدا. يعني المتوفر عندك استخدميه، بس اهم حاجة جودة الدقيق تكون كويسة وليها عرق كويس علشان تستقبل المادة الدهنية بتاعتك والسوائل الموجودة في النواعم. اهم حاجة ان نخل الدقيق بيدخل في البسكوتة هواء. وما ننساش رشة الملح، نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر. مش حابة تحطي مفيش مشكلة، بس هي نص معلقة صغيرة عشان البسكوتة تفضل محتفظة بالشكل بتاعها. فما نكترش عن 4 جرام بس. حطيتهم في الدقيق ونخلتهم، وبدأت ان انا اقلبهم بالراحة خالص. حطيت الطبق، حطيت المكونات في طبق كبير شويه. خد راحتي شويه في التقليب. اختاري اي نوع بس كويس من الدقيق علشان يبقى كويس معاكي. كوثر، ضحى، دوبيلا، السلطان، النصر، سنبلة الفرات، في الخمس نجوم حلو قوي. يعني اللي انت بتحبيه تقدري تستخدميه، وربنا يحسن ما بين ايديكم وعيونكم مقدما. في الوقت ده انا ضفت كل الكميه، وبدأت ان انا اقلب الحاجات دي كلها مع بعض علشان كل حاجة تندمج. لو هتعاير الدقيق بالكوباية يبقى 8 اكواب بمج الشاي العادي. انا بدأت ان انا اعجن وابدأ اختبر كل قطعة كده، فلقيت ان هي مشققة شوية. فانا معايا نص كوباية من عصير البرتقال، فبدأت ان انا اضيف حاجة بسيطة بحاجة بسيطة، واقلب كويس من تحت لفوق، وابدأ ان انا كل شوية اجرب. العجينة طرية معايا وكويسة جدا اهي. ببدأ ان انا اشوف كل شوية واعمل التجربة بتاعتي ان انا اختبر العجينة. غسلت ايدي كويس وبدأت ان انا اشوف. لو مشققة انا بزودها كمان شوية من عصير البرتقال. مشققة لسه شوية، فانا هكمل تاني. فلازم تشطفي ايدك كويس جدا، ما ينفعش تختبري العجينة وايدك فيها عجين. اشطفي ايدك ونشفيها وناخد كورة ونختبر. حطيت كمان شوية من عصير البرتقال، وبدأت ان انا اقلب من تحت لفوق. مش نعجن، احنا بنقلب بس. فلو لقيت سنة كده من التشققات ببدأ تاني ان انا احط شوية. ولو العجينة ناشفة تحت ايدك شوية بنزودها من السوائل، لبن، مية، عصير، المتوفر عندك تقدري تعمليه. فهبدأ تاني ان انا اشوف كده تحت ايدي ناشفة ولا طرية. في الوقت ده انا اختبرتها وبقيت اشوف، لقيت ان هي محتاجة كمان نقطة صغيرة. حطيت حاجة